طيبة جدا، بارك الله فيك ربنا يعني. يحفظك يا بنا، ربنا يجزاك. لكن هتاخدنا بقى لسؤال مهم جدا. تمام. بما حضرتك بتتكلم في الخواطر القرآنية تمام. وأسماء الله الحسنى، احنا يعني من بعد الثورة يعني تقريبا معظم شباب التيار الإسلامي أو حتى الشعب المصري عامة أصبح له اهتمام زائد بالسياسة. هايل. إنما يعني السياسة خدتنا شوية، يمكن سواء كنا بقى أي حد في التيار الإسلامي، إخوان سلفيين، خدتنا شوية من المسجد ومن الدعوة. هايل. يعني احنا يعني فعلا الواحد والله يقينا يشعر بقسوة القلوب أحيانا من كتر ما عندك بنسمع حق. سياسة طول اليوم، أخبار وفيسبوك وتويتر. إيه الحل؟ عندك حق. انا شخصيا السياسه اضعفت حالتي الايمانيه. عندك حق. كن صريح يعني. اتفق معاك. لا بس انا اقول لك ان انا عايش افضل ايام حياتي. الله اكبر. والله العظيم. بحسدك بقى. لا والله لا. يمكن عشان بقيت نائب في المجلس. لا والله، من باب التحدث بنعمة الرب جل وعلا. خليني اجاوب على السؤال ده يا في ريت الآخر. والله. الله اكبر. خليني اتفق معاك ان اللي انت بتعمله ده، او الحاله اللي كلنا بنمر بيها دي حاله حقيقيه. وخليني اقول لك كمان ان العظام والكبار وقمم التاريخ مرت بالحاله دي. بس انا عايز اقول كلمه للشيخ احمد فهمي، مشهور في مجله البيان، وانصح كل الناس بمتابعه الفيسبوك بتاعه، لان هو تمرين يومي على السياسه. ما شاء الله. صفحه احمد فهمي حفظه الله على الفيسبوك. تمام. صفحه لازم نتابعها كلنا. فمن ضمن الحاجات اللي بيقولها لي، بيقول لي يا احمد ان انتوا عارفين البراد الشاي السخن جدا لما بيتحط على الميه بيعمل ايه؟ صح؟ قال لي انتوا كاسلاميين هتقعدوا تعملوا تش كده على طول لغايه 3 4 سنين. انتوا هتبقوا اول كل حاجه، اول ناس تحلفوا اليمين في اليمين، اول ناس، اول 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 اول. وفي نفس الوقت الحاله السياسيه اللي احنا بنمر بيها دي جديده علينا، فكلنا بنعمل تش. خلاص كلنا بنعمل تش. دي رقم واحد. رقم 2، عايز اجيبها من بعيد شويه، ومع اول يوترن هدخل على السؤال بتاعكم، بس اروح من بعيد شويه. فين؟ عن سيدنا موسى. سيدنا موسى يا اخوه عاش فتره كبيره من الزمن متقسمه، عاش 75 سنه. اول 30 سنه عاشهم في قصر فرعون، وبعدين كم سنه في مدين؟ 10 سنين، وبعدين 15 في مواجهه فرعون، مواجهه سياسيه مباشره كانت اغلبها حوارات. 15 مع ال40 55، و20 سنة في التيه. سيدنا موسى مات في التيه على فكرة. ارتباط قصة سيدنا موسى، وده باب تدبري غير عادي للشباب كلهم، ان انت اوعى تسيب قصة سيدنا موسى في القرآن، بل كما قال احد السلف انه كاد القرآن ان يكون لموسى ولقومه. تمام؟ صحيح. فعلا قصة سيدنا موسى والارتباط يا حاتم الشديد جدا ما بيننا وبين سيدنا موسى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان على طول يستخدم، أو القرآن الكريم لما يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله فتنة النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ليه؟ لأن بني إسرائيل دي هي أمة اللي كانت حاملة لواء الريادة والقيادة قبلينا. تمام. فاحنا اللي خدنا لواء الريادة منهم. فبالظبط عارف اللي كان قاعد قبليك هنا، تمام، بالشريف يعني، اللي كان موجود معاك في الاستوديو هنا، ومين اللي كان بيتكلم، انت هتاخد كل حاجة عنه. القائد اللي قبليك بالظبط، السي في والدستور والفكرة وكل المعلومات عن القائد اللي قبلك هتقراه باهتمام. زي الصحابة كانوا عارفين ان بني اسرائيل كانوا قادة العالم. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. هم اللي كانوا قائدين العالم. فالصحابة كانوا منتبهين، خلي بالكم لان انتوا لو هتقعوا زي دول. عشان كده في غزوة بدر سيدنا المقداد قام وقال والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل. هم فاهمين ان لو هيغلطوا زي دول. طيب تلاقي دعاء في القرآن الكريم عجيب جدا. الدعاء ده لا يذكر إلا في فترة المواجهة السياسية، اللي هو إيه؟ الدعاء ده بيفسر اللي البنا عايشه واللي حضرتك عايشه حاتم واللي أنا عايشه. إيه هو؟ أول حاجة ان احنا دخلنا السياسة حاسين ان احنا ايماننا ما بيزيدش، ففي ضيق في الصدر. تبص تلاقي سيدنا موسى اول كلمة يقولها رب اشرح لي صدري. لا ما انا مش هينفع كده يا رب. هل انا ممكن امارس سياسة وايماني يزيد؟ على فكرة الصحابة اتفجعوا الفجعة دي. اول حالة سياسية الصحابة يعيشها بجد صلح الحديبية، فبداوا يمارسوا سياسة بقى، سياسة خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المفاوضات سيدنا سهيل بن عمرو بيكلمه، ما كانش سيدنا بقى امين. فلما كلموا على موضوع امحها في بسم الله الرحمن الرحيم، سيدنا علي قال ايه؟ قال والله لا استطيع. ما ينفعش. احنا كده بالظبط. ايه ده؟ لا مش مستحمل انا السياسه. ايه اللي جابنا للموضوع ده؟ رب اشرح لي صدري. طب لما بتبدا تنزل الواقع تلاقي الموضوع معقد. لا كده ويسر لي امري. وهتبص تلاقي السكيلز بتاعتك مش مناسبه مع الواقع الجديد بالظبط، وانت محتاج مهارات جديده وواقع جديد وفكر جديد. لا كده بقى ايه؟ واحلل عقده من لساني. الله اكبر.
ان بقى اللانجوج بتاعتي تبقى مختلفه، وقدرتي على التعامل مع الناس تبقى جديده. انا دلوقتي في المجلس بيقول لنا الله يرضى عليكم قللوا الايات شويه، مش قادرين مش قادرين. حتى بعض الاخوان وقعت منه كلمه كده من غير ما يقصد، فلما قال في دوله الكفر امريكا. تمام، ده مسجد يعني هو مستحضر لسه، احنا مش قادرين. لا يا رب واحلل عقدة من لساني، عشان بقى انا اخواننا احنا هنتعامل مع فرعون. بس حضرتك الناس هتاخدها احد الاخوان اللي هو احد لا احد احنا ناس بنستنى لنا على الكلمه. لا تمام، احد الاخوه معانا في المجلس من حزب النور. تمام، اخيرا بقى خلاص هتبدا تدور على الموارد البشريه اللي تحتيك تمام عشان تساعدك في المهمه دي. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. ليه بقى؟ يبقى احنا بنمارس السياسه ليه؟ هي دي بقى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. واكبر حاجه ممكن بقى تخلينا نتطور كلنا المراقبه الربانيه، انك كنت بنا بصيرا. فانا شايف ان الشباب دلوقتي الفرصه الغير عاديه. الشيخ محمد اسماعيل بيقول ان دي لحظه تاريخيه، بيقول ان السيئه سيئه تاريخيه والحسنه حسنه تاريخيه. فلا ده احنا بفضل الله كلنا نستعين بالله. انا بقول لك ليه افضل ايام حياتي؟ لان انت لا تتخيل فرحتي لما بطلع الاقي الناس قدام الباب، ان انت دلوقتي في حاجه الناس. صحيح. ان انت عندك نائب في البرلمان دلوقتي ممكن يعمل لك قانون، ممكن يساعدك. فلا بفضل الله احنا لو ارتبطنا بالقران وظبطنا البوصله على الحاله الجديده اللي سيدنا موسى قال في الاول فيها رب اشرح لي صدري زي البنا، الوضع هيختلف. ما شاء الله، ربنا نقرا سوره طه بعد كده على البوصله بتاعتنا يا رب. جزاكم الله خيرا دكتور احمد. بصراحه السؤال واجابته كانت يعني طويله، بس فعلا كانت مؤثره. يعني احنا بس